السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منوريني مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج الأسد، قراءة من سلسلة بعنوان تمسكوا وتخاطروا بيك. قراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 13/4/2026. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب الا الله، وهذا توقعات وليس الا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اصحاب برج الاسد، نسمي بسم الله ونشوف طاقتك اليوم يا اسد بتقول ايه، ونشوف الحبيب تمسكوا وتخاطروا بيكوا بالعلاقة. وفي نهاية القراءة هناخد رسالة من الحبيب أو الشريك، نشوف هيقول لك إيه. أتمنى لك السعادة والتوفيق أصحاب برج الأسد. برج الأسد ركز في قراءتك، قراءتك دقيقة. أتمنى لكم التوفيق والسعادة أصحاب برج الأسد. برج الأسد، في حاجة حصلت خلت الحبيب أو الشريك يحس إنه كان ماسك كل الخيوط بإيده، وفجأة فقد السيطرة مرة واحدة. كان حاسس ان كل حاجة في ايده فقد السيطرة بيها مرة واحدة. هو كان شايف نفسه اقوى من العلاقة، هو اللي كان بيقود، هو اللي بيحدد شكلها. بس في لحظة معينة حصل موقف قلب المعادلة دي، وخلاه يحس انك بقيت انت اللي ليك تأثير اكبر. وده اللي ضربه في حتة غروره بشكل مباشر، وخلاه يتراجع خطوة. مش علشان مش عايزك، بالعكس، ده علشان حس انه لو كمل بنفس الطريقة ممكن يخسر صورته قدام نفسه. وده اول كشف في طاقتك معايا بيبان ان البعد اللي حصل مش بسببه، او مش سببه قلة احساس، ده سببه كان كرامة. كرامة اتلمست. كمان في حاجة دقيقة معايا حصلت. الشخص ده هو كان ناوي يعمل خطوة واضحة جدا معاك، خطوة فيها إعلان أو تأكيد أو حتى بداية رسمية. بس في آخر لحظة وقف نفسه، كأنه خاف من حجم الخطوة نفسها، أو خاف من ردة فعلك، أو حتى خاف من إنه يبان محتاج. وده اللي خلاه يختار إنه يهدى فجأة بعد ما كان داخل بقوة. وده اللي بيأكد معايا إن في انتقال حصل من اندفاع لفرملة مفاجأة، لفرملة مفاجأة. الشخص ده بيحاول يظهر قدامك أو قدام الناس إنه مش متأثر أو إنه مكمل حياته عادي، بس الحقيقة عكس كده خالص. هو من جواه بيفكر فيك بشكل متكرر، وبيحاول يثبت لنفسه إنه مسيطر، بس مش قادر يمنع نفسه من إنه يرجع لك في دماغه. وده بيحصل خصوصا في أوقات معينة أما بيكون لوحده، لأن ساعتها القناع اللي هو لابسه بيقع وبيظهر إحساسه الحقيقي. في موقف
خلاه يشك في حاجة تخصك، حتى لو الشك ده مش مؤكد، بس هو دخل دماغه وفضل شغال جوه دماغه. وده اللي زود تردده. ليه؟ لانه بقى شايف انه محتاج يتأكد الاول قبل ما يرجع يقرب بنفس الثقة القديمة. وده اللي خلى العلاقة تقف في النص، لا هو واجه ولا هو نسى. عفوا. وفي نقطة واضحة معايا في الطاقة، ان الحبيب او الشريك عنده رغبة انه يرجع، بس مش بالشكل اللي انت متوقعه يا اسد. هو عايز يرجع وهو متحفظ بمكانته، او احساسه انه لسه مسيطر. وده اللي مخليه يفكر في طريقة يرجع بيها من غير ما يبان ان هو اللي محتاج يرجع، او انه خسر الجولة. ان في طاقة انتصار هنا، او انه خسر الجولة في حرب احنا. وده اللي بيخليه يفضل يفكر بدل ما يتحرك. في تواصل كان ممكن يحصل قريب، كان ممكن يحصل فعلا. هو كان على وشك انه يكلمك او يظهر لك نفسه بشكل واضح، بس تراجع في اخر لحظة. وده سببه انه حس ان التوقيت مش مضمون او مش في صالحه، او ان ردة فعلك ممكن يكون او تكون مش زي ما هو متوقع. وده اللي خلاه يرجع لنقطة السكوت او الصمت تاني. عامة الشخص ده متمسك بيك، بس تمسك متصادم مع كرامته. تمسك فيه رغبة وفي إثبات نفس، وفي خوف من إنه يبان ضعيف. وده اللي مخليه خاطر، لأنه كل مرة يقرب يرجع ويضيع الفرصة. فرصة كان ممكن تقربكم أكتر. والعلاقة دي بقى واقفة عند نقطة واحدة، يا إما يكسر غروره ويتحرك، يا إما يفضل ساكت ويخسر. يكسر غروره. اللي بيحصل بقى دلوقتي ان الحبيب او الشريك بدأ يحس انه مهما حاول يبان ان هو مسيطر او قوي، لكن هو في الحقيقة خسر جزء من السيطرة فعلا. لانه بقى بيفكر فيك بطريقة مش مريحة له. هو مش متعود انه حد يشغله بالشكل ده. وده اللي مخليه متضايق من نفسه قبل ما يكون متضايق منك انت يا اسد. وده بيكشف هنا ان الصراع اللي عنده مش معاك بس، ده مع نفسه. لانه شايف انه دخل في احساس هو مش عارف يتحكم فيه. والادق ان الشخص ده بدأ يعمل حسابات غريبة بين انه يرجع ليك وبين انه يفضل محافظ على صورته. هو دلوقتي بيسأل نفسه، انا لو رجعت هل هبان ضعيف؟ هل هبان اني انا اللي خسرت؟ هل هبان اني انا اللي كنت غلطان؟ وده اللي موقفه عند نقطة معينة، لأنه مش عايز يخسر مكانته حتى لو ده على حساب العلاقة نفسها. كمان الحبيب أو الشريك حاول يثبت لنفسه إنه يقدر يعيش من غيرك للحظات أو لوقت معين، فدخل نفسه في أجواء تانية أو حاول يشتت نفسه، بس فشل. لأنه كل ما يهدى بيرجع لنفس الفكرة، ان في حاجة ناقصة. وده اللي بيخليه يرجع لك في دماغه بشكل اقوى. وده اللي بيخلي تمسكه بيك يزيد، بس من غير ما يتحرك. كمان في حاجة تانية موجودة معايا في الطاقة. الحبيب او الشريك بيراقبك. بيراقبك بس مش عشان يعرف اخبارك، ولا عشان يقارن هل انت لسه مهتم بيه ولا بدأت تتحرك. لانه عايز يحس انه لسه ليه تأثير عليك، وده
اللي بيحدد قراره بعد كده، لأنه لو حس إنك لسه واقف عنده ده بيطمنه، ولو حس إنك بدأت تبعد ده بيستفزه وبيخليه يفكر يتحرك. حبيب أو الشريك كان ناوي يتكلم معاك بشكل مباشر في وقت معين، وكان محدد لحظة، بس حصل تردد في آخر لحظة وخاف من المواجهة أو من النتيجة، فاختار يسكت، وده اللي خلى كل حاجة تتأجل تاني، رغم إن الفرصة كانت موجودة. رغم إن الفرصة كانت موجودة. حبيبة والشريك شايف إن العلاقة دي أسد ممكن ترجع، بس بشرط إنه يرجع بطريقة هو حاسس فيها إنه لسه قوي، أو لسه ليه الكلمة الأولى والأخيرة، يعني مسيطر. وده اللي مخليه يفكر في خطوات غير مباشرة بدل المواجهة الصريحة. الشخص ده متمسك بيك فعلا، بس تمسك دخل في صراع مع غروره. تمسك عايز يقرب بس مش عايز يخسر صورته، وده اللي مخليه خاطر، لأنه كل مرة بيأجل أو ينسحب بيزود المسافة بينكم من غير ما يحسم كل حاجة. اللي محدش بقى شايفه أو فاهمه إن الشخص ده مش متردد، ده دخل في لعبة عقل مع نفسه. دخل في لعبة عقل مع نفسه. هو مش سايبك علشان مش عايزك، هو سايبك علشان عايز يشوف انت هتعمل ايه من غيره. ودي نقطة خطيرة جدا، لانه في مرحلة معينة قرر ينسحب خطوة علشان يقيس رد فعلك، مش عشان ينهي العلاقة. وده واضح من الطاقة معايا ان البعد اللي حصل كان فيه قصد جزئي مش عفوي. يعني هو اختار يختفي في توقيت معين علشان يشوف هل انت هتدور عليه ولا هتسكت. وده كشف مختلف معايا في الطاقة، بيوضح ان في اختبار صامت حصل، وفي نفس الوقت في حاجة دقيقة، ان الحبيب او الشريك عنده سيناريو في دماغه مجهزه. هو مش ماشي عشوائي، ده ذكي جدا. هو مرسم في دماغه شكل معين للعلاقة وشكل معين لرجوعه. حتى هو متخيل انه يرجع في توقيت يخليك يا اسد تحس انه هو اللي اختار اللحظة مش الظروف. هو اللي اختار اللحظة مش الظروف. وده اللي مخليه مأجل الرجوع لحد ما يحس ان الصورة، بقول لك كان في طاقة انتصار. ايوه هيك. وده اللي مخليه لحد ما يحس ان الصورة اللي في دماغه هتتحقق. وده اسمه نوع من السيطرة النفسية، مش تردد بقى. حبيبة والشريك مش بس بيراقبك، ده بيقراك. ايه بيقراك؟ هو بيحاول يفهم ردود افعالك من غير ما يتكلم. يعني ممكن يشوف حاجة صغيرة منك ويبني عليها تحليل كامل، وده اللي مخليه مقتنع بأفكار مش شروط أو شرط تكون صح، بس بالنسبة له تكون منطقية. وده اللي مخليه ثابت في موقفه رغم ان الواقع ممكن يكون مختلف. الحبيب او الشريك حاسس انك فاهمه كمان اكتر من اي حد. الحبيب او الشريك عارف وحاسس انك فاهمه اكتر من اي حد، وده اللي عامل له قلق لانه مش متعود حد يشوفه بالشكل ده. وده اللي بيخليه يبعد اوقات، مش عشان مش عايزك، لكن علشان مش عايز يتحط في موقف مكشوف قدامك. وده بيفسر ليه كل ما يقرب
خطوة يرجع خطوة بسرعة. الحبيبة والشريك يا برج الأسد عنده رغبة حقيقية إنه يرجع لك بشكل مفاجئ. يعني هو مش عايز يرجع بشكل عادي، هو عايز يرجع في لحظة غير متوقعة. بخ، عارف بخ دي؟ هو عايز يرجع في لحظة غير متوقعة، يخليك تحس إنه لسه ليه تأثير، وده اللي مخليه سايب الموضوع شوية لحد ما يختار التوقيت اللي يقول لك فيه بخ، وانت تقول له يما انا اتخضيت يا خراشي كده، فاهم؟ الحته دي بيختار التوقيت اللي هو شايفه مناسب، وفي نفس الوقت في حاجه بتأيده من جواه. مش خوف عادي، لا، ده احساس انه لو رجع لازم يثبت حاجه لنفسه مش ليك انت، ان انا موجود، انا اللي انتصرت. حاجه عايز يثبتها لنفسه مش ليك انت. وده اللي مخليه مش مستعد يتحرك غير لما يحس انه قادر يكسب الجولة دي او يكسب الموقف، مش بس يرجع وخلاص. حبيبك ما عندوش يرجع وخلاص، حنفي هتنزل المرة دي، هو عايز كده. في نهاية قراءتك الطاقة فضحت الشخص ده. الشخص ده متمسك بيك، بس تمسكه مش بريء، ده تمسك فيه تحكم وفيه اختبار وفيه تخطيط، وده اللي مخليه خاطر، لانه مش بيتعامل مع العلاقة كاحساس بس، لا، ده هو بيتعامل معاها كانها معادلة، ولازم يطلع منها هو الكسبان. والعلاقة هنا مش واقفة على حب بس، هي واقفة على مين هيكسر اللعبة الاول ومين هينتصر. نصيحتي ليك يا برج الاسد، واسمعها كويس، بلاش تدخل اللعبة دي، لانك لو دخلتها هتتسحب لنفس الدوامة اللي هو عايش فيها من تحليل ورد فعل واختبار. الافضل انك تبقى واضح مع نفسك الاول، هل انت عايز علاقة فيها حسابات ولا عايز علاقة فيها راحة؟ ولو رجع لك بالشكل ده ما تمشيش وراه بنفس اسلوبه، وما تحاولش تثبت له حاجة، خليه هو اللي يثبت او يثبت لك. لان الحبيب او الشريك لو لقى انك بتلعب بنفس لعبته هيفضل يكمل فيها، لكن لو حس انك خرجت من الدايرة ومش بتتأثر بنفس الاسلوب، ساعتها بس هيتلخبط وهيضطر يختار، يا اما يقرب بجد يا اما يخسر فعلا. في نهاية القراءة لازم تبقى فاهم يا اسد ان اللي بيدخل العلاقة كاختبار بيخسرها لو الحبيب او الشريك قرر ما يلعبش. نشوف الشخص ده بيقول لك ايه في رسالة عاطفية. بيقول لك اتأكدت ان الانسان بيعرف قيمة الحاجة لما بتضيع من ايده، القيمة. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الاسد، اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.